كانت بتحبه من وهي عندها 17 سنة، استنت سنين ووفت بكل كلمة قالتها، ويوم الفرح كانت فاكرة إنه هيكون أحلى يوم في حياتها. قصص وروايات ميدو، احنا بنبدأ الحكاية. والمفاجأة دايما مستنياك في الآخر. جالها إشعار على موبايله وهو في الحمام، بصت عليه رسالة من أعز صاحبتها وفيها كلام مستحيل يتسكت عليه. خيانة؟ خيانة حقيقية، والمصيبة كل حاجة كانت مترتبة من ورا ظهرها. الفرح كله كان تمثيلية والكل كان عارف، وهي لأ. بس تفتكروا عملت إيه؟ كملت الفرح، ضحكت كأن مفيش حاجة، وسابتهم بعد أول رقصة. واللي حصل بعد كده كان نهاية عمرك ما هتتوقعها. شوفوا القصة كاملة على القناة، النهاية هتصدمك بجد. الرابط في الوصف. ده كان جزء من حكايتنا، واللي جاي أحلى. اشترك في القناة وما تخليش القصة تفوتك. وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم علشان البركة تحل علينا وعليكم. استودعكم الله، ولنا لقاء آخر في القصة الجاية.